حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتوا طيبين يا اغلى ناس بجد على قلبي. يا رب يجعل العيد بالفرح وبالهنا وبالسعادة عليكم، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق. طبعا يا جماعة النهاردة اول يوم العيد. يكون عيد سعيد عليكم طبعا وعلى ولادكم وعلى أمة محمد. النهاردة يوم بجد جميل، وطبعا العيد يا جماعة بيبقى ليه فرحة حلوة جدا. طبعا الكبار قبل الأطفال كلنا بنبقى فرحانين بالعيد. كل سنة وانتوا طيبين، كل لحظة كل دقيقة وانتوا طيبين يا أغلى ناس على قلبي بجد. انا من غيركم يعني مبقاش ام سيد بجد. طبعا دعم ربنا ثم دعمكم ليا. طبعا يعني ان شاء الله هنعمل كل حاجة مع بعض بحب، وانا حابة ان انا اشارككم كل حاجة في حياتي عشان انتوا بجد اخواتي وصحابي، كل حاجة ليا. يا رب يكون اسعد يوم في حياتكم، ويا رب كل واحد يتمنى حاجة يا رب يوفقه فيها بحق الايام المفترجة. طبعا يا جماعة يعني والله العظيم كل حاجة الواحد بيتمناها يقول يا رب يا رب نولها لي، وان شاء الله ربنا هينولها لكم. تعالوا بقى بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف احنا معانا ايه غدانا ايه النهارده. طبعا اول يوم العيد طبعا بيبقى كله رنجه وفسيخ والكلام ده. انا بصراحه يا جماعه كل سنه ما باكل الرنجه بعيا، بيجيلي سخونيه وبتعب، فانا قلت لا مش هناكل النهارده رنجه. رحت الولاد قلت لهم هتاكلوا ايه؟ قالوا لي يا ماما عايزين كريب. بعت جبت سندوتشين الواحد ب50 جنيه، مش عمل حاجه. قلت لا تعالوا بقى. روح جبت كيس بانيه، جبت ب10 كاتشب، وقلت يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. قلت اول حاجه نسمي بالله ونحط ايه حبه زيت في الحله زي ما انتوا شايفين. طبعا ده مش الكريب، انا بس بدي اعمل حاجه جنب الايه السندوتشات الكريب، بحيث لو السندوتشات اللي حابب ياكل ده ياكل ده. طبعا قلت هعمل ايه، هعمل طبقين مكرونه. دي مكرونه يا جماعه سايبه جايباها من المحل، بتتباع فرط عادي، الكيلو ب20. قلت بقى ايه انا هعمل ايه كيسين مقدار طبقين كده صغيرين. كده كده المكرونه بتزيد زيها زي الرز. قلت بقى اديهم تحميره حلوه ويكون اللون بتاعهم يكون حلو. انا يعني بقدر اقلب فيها واديها تقليبه حلوه كده جميله لغايه ما تحمر معاكي، تديكي اللون اللي انت حباه. انا حبيتها باللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لا لسه، قلت لا هسيبها شويه اديها تقليبه كمان. زي ما انتوا شايفين هي حمرا احمرت زي ما انتوا شايفين. نزلت عليها ده معايا صلصه جاهزه، طبعا اي صلصه موجوده عندي. نزلت بمعلقتين كبار من الصلصه، قلت ده كمان سيكه. بعد كده نزلت طبعا بالمعلقه تقليب لما احمرها كمان شويه وهي بالصلصه، بحيث تدينا طعم وحاجه حلوه جدا وحاجه ملهاش وصف يعني بصراحه. نزلت طبعا بقى خلاص كده بالميه بتاعتي. الميه تبقى مغطيه المكرونه يا جماعه عشان مش تعجنش منك، تبقى المكرونه زي مقدار الرز زي مقدار المكرونه. كان معايا 7 بهارات، وكان معايا الملح، وكان معايا الشطه، كان معايا كمون. نزلت طبعا بيهم اديتها تقليبه. خلاص كده خلصت معانا على قد ان هي تستوي بس، وخلاص على كده. تعالوا بقى نشوف طريقتي انا في الكريب. ماشي يا غاليين، سمينا بالله وصلينا على الرسول. حطيت الطاسه بتاعتي على النار ورفعت البانيه في الزيت يتحمر براحته. طبعا قلت ايه هحمره، وتعالوا نشوف بقى ايه هنعمل ايه تاني. انتوا اغلى الناس بجد، يا رب تكون النهارده اسعد يوم في حياتكم بامر الله. طبعا كان معايا فلفل، حاجة السلطة فلفل وخيار وكابوتشا وحبيتين من الطماطم. دي السلطة. طبعا الفلفل ده الحر ده لسندوتشات الكريب بتقطعيه بنفس التقطيعة دي، مكعبات كده.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين يا جماعة الفلفل الحار، انا حبيت ان انا اعمل سندوتشات بالفلفل الحار وهعمل سندوتشات بالفلفل البارد، بحيث الولاد اللي حابب بالحر حابب واللي حابب بالبارد حابب. طبعا انا معايا طفل صغير طبعا مش هياكل حر، قلت لا انا هعمل كده وهعمل كده. ماشي يا حبايبي. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت يا غاليين. خلصت بقى السلطة كانت عبارة عن طماطم وخيار وفلفل وكابوتشا فقط لا غير. نزلت عليها يا جماعة، شايفين الطرنشات الفلفل لما قطعتها، نزلت على السلطة بتاعتي بحبة من الشطة، حبة من الملح، وحبة من الكمون، وحبة من الخل. يا جماعة الخل على السلطة بيديها طعم خرافة. تركة بجد، التركة في حبة الخل، تركة والحركات والجمال ده كله في السيكة بتاعت الخل. طبعا السلطة جميلة جدا جدا وريحتها حلوة بجد. حابين تضيفوا عليها ايه تاني؟ مفيش حاجة تاني. كنت خلصت المكرونة، كان معايا ب10 جنيه الكاتشب، وكان معايا البانيه حمرته. شايفين يا جماعة طريقة السندوتشات جميلة ازاي؟ انا سايباها لكم في الاعلان وانا بقطع الرغيف. بجد يا جماعة رهيبة. وده مش عيش سوري، ده عيش ابيض، بيجي من المحلات ال5 ب10 او من الفرن او ال6 ب10 حسب ما انتوا المكان اللي بيبيعه. وحاجة جميلة عاملاها من بيتك طبعا حسب ما